الحمد لله. ربنا قدرني وختمت الجزء الأول في رمضان أول يوم، الحمد لله يا رب. نويت أن أصل قيام الليل. انت يا ست انت، يا ساتر يا رب، أنت مين وعايز إيه؟ من غير كلام كتير هاتيلي كل الفلوس اللي عندك ولا هخلص عليك. يا ابني يا حبيبي، لو محتاج فلوس قول لي وأنا أديك، ده إحنا في شهر مفترج، لكن ما تسرقش حرام عليك. بقول لك انا مش عايز كلام كتير، يلا هات الفلوس اللي عندك بسرعه. حاضر يا ابني حاضر. يلا حاضر قدام يا ابني حاضر. قدامي، يلا بسرعه هات الفلوس. بس يا ابني الفلوس اللي معايا دول بس؟ انا عايز فلوس كتير، فين الدهب بتاعك؟ ما عنديش حاجة هنا، ما عنديش حاجة هنا تاني. انت كداب، انت ست غنيه وعندك شركه كبيره ومعاك فلوس. انا اديتك كل اللي معايا، صدقني ما معيش هنا حاجة تاني. بص، لو انت عايز فلوس تاني انا مستعدة اجيب لك فلوس تاني اللي انت عايزها، بس التوب. انت عارف يا عالم ربنا شايل لك ايه في الشهر الكريم ده يا ابني. انت مش فاهمه حاجه، اسكتي خالص، اسكتي اسكتي. رامي، ابوس رجلك يا مدام مروه، ابوس رجلك، ما تبلغيش عني، حقك عليا، ابوس رجلك وفلوسك اهي، انا مش عايز حاجه. ليه تعمل كده؟ ده حتى عندي في الشركة بيشكروا فيك ويقولوا عليك انك محترم. ليه بتعمل كده؟ بقى عايز تسرقني يا رامي؟ غصب عني عايز والله، تسرقني؟ غصب عني، كنت محتاج فلوس ومش عارف اعمل ايه. تقوم تسرق يا رامي؟ بالله عليك استر عليا ومش هعمل كده تاني. انا عايز امشي، فلوسك اهو، انا عايز امشي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تخافيش يا ماما، بابا راح يجيب فلوس وهنوديك للدكتور وان شاء الله هتبقى كويسه. ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله هتعملي العمليه وتبقى كويسه يا ماما. انا بحبك قوي يا ماما. رمسي حبيبتي، انا عايزه اطلب منك طلب. انت كبرتي دلوقتي وتقدري تفهمي كلامي. عايزك تخلي بالك من نفسك ومن بابا، ويا ريت تسمعي كلام. ما تقوليش كده يا ماما والنبي، انا اموت لو حصل لك حاجه، ما تقوليش كده. خلاص يا حبيبتي، انا معاكي اهو يا حبيبتي، خلاص. اهو بابا جه وجاب لك الفلوس اللي انت هتعملي بيها العمليه. جبت الفلوس يا بابا؟ فين الفلوس يا بابا؟ انت خرجتي بعد اذان المغرب وقلت هتجيب الفلوس. فين الفلوس يا بابا؟ فين الفلوس؟ مفيش فلوس يعني، بس مفيش فلوس. مفيش فلوس يعني ايه؟ يعني انت هتسيب ماما تموت؟ انا مش عايزه ماما تموت. خلاص يا حبيبتي اهدي، انا كويسه يا ريماس. لا يا ماما انت تعبانه وبابا لازم يجيب فلوس ويعمل لك العمليه. ما عرفتش اجيب فلوس، ما عرفتش. اسكتي بقى وروحي اوضتك يلا. انا بكرهك ومش بحبك، انت هتسيب ماما تموت؟ انا مش بحبك. عيب يا ريماس كده. يلا مش اطلعي بره، روحي على اوضتك. حقك عليا يا ماما، حاولت اتصرف في فلوس العمليه بس ما عرفتش. سيبها على ربنا يا رامي، ربنا هيعدلها من عنده. قولي يا رب. يا رب. السلام عليكم يا حبيبتي. انت مين؟ أنا صاحبة الشركة اللي بابا شغال فيها. بابا وحش وحش، انا مش بحبه. حد يقول كده على بابا برضه؟ ايوه عشان ضحك عليا وقال لي هنجيب فلوس لماما عشان تعمل عمليه وما جاتش. انا مش عايزه ماما تموت، انا بحبها. ما تخافيش يا حبيبتي، ماما مش هتموت، وأنا جايبة فلوس لبابا اهي عشان يعمل لماما العملية. جبت الفلوس بجد؟ طب تعالي نروح لماما وبابا جوه، تعالي. فعلا. يلا يلا. بس ما ينفعش نخش عليهم كده على طول، ما ينفعش يا حبيبتي. استاذه حنان، بلغت الحكومه صح؟ هو حصل ايه يا رامي؟ حكومة ايه؟ ما فيش حاجة يا مدام، ده كان في موضوع كده بس في الشركة كانوا عايزين يبلغوا عنه، بس أنا مش هبلغ عنه خلاص. الست دي جابت فلوس العملية لماما وانا بحبها قوي. يعني انت كنت خارج تستلف فلوس من صاحبة الشغل، اما اللي بتقولي مفيش فلوس ليه؟ أنا قلت له ما فيش فلوس في البيت، بس هو فهم غلط، عشان كده جيت وراه. بصي يا رامي، في واحد كان واخد مننا بضاعة وهيجيب لنا فلوس بكرة،
انا هديك الفلوس دي تعمل بيها العمليه بكره. ده انا كنت عايز خلاص بقى، اللي بينا بينا، وما تكون عايز اي حاجه يا رامي تعالى لي واطلبها مني. انا مش عارف اقول لك ايه والله. انت اعظم ست في الدنيا. بص يا رامي، اللي يلاقي حد محتاج ويتاخر عنه ده اكيد ماشي في طريق الشيطان. اللي بيفرق كرب حد في الدنيا ربنا بيفرق كرب يوم القيامه. وانت كمان ان شاء الله لما ربنا يكرمك ولقيت واحد محتاج لازم تساعده. اوعدك ان شاء الله. طب انا همشي بقى. لازم تتسحري معانا الأول، عشان خاطري تتسحري معانا، عشان خاطري ما تكسفيش ريماس بقى. انا موافقه يا ست السحر معاك، بس عن شرط انا وريماس هنحضر السحور وانت خليكي نايمه زي ما انت. يلا يا ريماس. مش قلتلك إن ربنا هيعدلها من عنده؟ الحمد لله، ربنا عدلها وسترنا ستر كبير قوي. الف حمد والف شكر ليك يا رب.